النادي الاهلي طبيبك النفسي. ايه العلاقه بين النادي الاهلي الطب النفسي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد؟ ما بنزعلش حد خالص. عشان تعرف ان الموضوع مش مجرد فرحه بماتش او جول، تعال اقول لك ايه اللي بيحصل في جسمك في خلال 90 دقيقه في الماتش. في نظريه مشهوره اسمها نظريه السعاده، بنختصرها في كلمه بيرما. بيرما نفسها اختصار ل5 عناصر نفسيه مطلوبه منك لتحقيق السعاده. كل عنصر منهم لو خدت منه اول حرف هتكون بيرما. يعني المشاعر الإيجابية اللي هي البوزيتيف ايموشن. رقم 2 ممارسة نشاط بتحبه اللي هي الانجيجمنت. رقم 3 العلاقات الاجتماعية الجيدة اللي هي ريليشن شيبس. رقم 4 معنى الحياة اللي هو المينينج. 5 الشعور بالإنجاز اللي هي accomplishment. فرحة مشجعين كرة القدم بتحقق 4 عناصر على الأقل من ال5 عناصر دي. إزاي؟ عناصر مشاعر إيجابية بسبب لحظات المباراة الممتعة، ممارسة نشاط بتحبه اللي هو التشجيع نفسه، العلاقات الاجتماعية الجيدة في الاحتفال على القهوة بقى والتواصل بينك وبين أصحابك، الشعور بالإنجاز بعد المكسب. ولو الكورة جزء أساسي في تكوين شخصية المشجع يبقى حققت ال5 عناصر دول. في النهاية ممكن تتفق أو تختلف معايا على أهمية الكورة، لكن نفسيا فريقك الكسبان يقدر يكون طبيبك النفسي وما تحتاجنيش يعني في مشوار تحقيق نظرية السعادة اللي هي بيرما. ألف مبروك للأهلي وطبعا الزمالك عشان ما يزعلوش في أي فوز أو انتصار ليهم. هنكمل في فيديو جديد إن شاء الله، استنوني. كان معاكم دكتور أحمد موافي، استشاري الطب النفسي.